ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ شايفين الكاسين الفظاع دول؟ يلا كده نعمل حاجة كده مسكرة حلوة، باردة لذيذة ساقعة ترطب علينا في الحر ده. تقريبا هيكلفوك الاتنين دول حوالي 10 جنيه. الحلو معانا ده، هقول لكم دلوقتي هتستغربوا هو مكوناته ايه. مكوناته حاجة رخيصة جدا، بس احنا حولناها كده وغيرناها لكاس لذيذ يفتح النفس. اول ما تشوفيه كده تبقي عايزة تاكليه والولاد ياكلوه. هقول لكم ايه هي معانا، يلا تعالوا نشوف كده. هي بطاطا. ايوه بطاطا. انا دايما البطاطا دي ما بحبش اعملها بشكلها التقليدي عشان ولادي مش بيحبوها، خصوصا الكبار. احنا عارفين ولادنا الكبار كده لهم اليومين دول اكلات كده معينة بيحبوها، مش بياكلوا اي حاجة. فانا قلت لازم اكلهم البطاطا، يعني هاكلهم البطاطا. جيبي البطاطا بتاعتك دي، كانت كيلو وربع، جايبه ب10. طبعا مش هعمل كل الكمية دي في الكاسين، انا خدت منهم شوية بساط. قشريها وقطعيها بالحجم ده، وهنبدأ نسلقها. ودي مية، ده سكر بقرفة. تمام، احنا عارفين ان البطاطا بيليق معاها القرفة، خصوصا ان احنا كمان هنحط معاها موز. تمام. بسيبها كده على النار حوالي تلت ساعة نص ساعة، وقبل ما الصوص بتاعها ينشف منها بالشكل ده كده انا هقفل عليها. خلاص هي استوت. الصوص ده بقى اقولكوش على طعمها بجد. انتي لو خدتي بس معلقة كده من دي بالصوص بتاعها كلتيه. بس طبعا هي وهي سخنة حلوة في الشتاء، بس احنا عايزين نغير منها، عايزين ناكل حاجة باردة حلوة كده شكلها حلو زي ما انتوا شفتوها كده في الكاسات. فانا خدت شوية، هاخد شوية بالصوص بتاعها كده. انا ما حطيتش عليها غير السكر والقرفة، والسكر ده في ايدك. يعني انتي مش عايزة تتخاني من البطاطا وكده، حطي كفاية معلقة سكر واحدة مع شوية القرفة، تمام خالص. انا كنت حاطة حوالي معلقتين كبار خالص من السكر مع شوية قرفة. انا خدت شوية دول. تمام. يعني كل اللي عملناه جبنا البطاطا قشرناها، حطينا عليها شوية مية وشوية سكر وقرفة. لغاية دلوقتي انا جايبة كيلو وربع ب10. احنا هنعمل الكاسين بس. تمام. انا بحسب لكم التكلفة عشان ما تقولوش انا مكلفاها كتير. حطيت عليها حوالي كده نص معلقة من الزبدة. وطبعا كلنا عندنا قشطة في الفريزر بتاعة اللبن. والله مش عايزة تحطي قشطة ولا زبدة، هي تحفة والله من غيرهم كمان. قلت لكم مع الصوص بتاعها ده كانت فظيعة. هتحطي حتة قشطة صغنونة، ودي معلقة واحدة من الزبيب. ما عندك الزبيب شيلي الزبيب، ورشة بسيطة خالص من جوز الهند. برضو دي على فكرة كانت والله حاجات عندي، معلقة الزبيب دي ورشة جوز الهند، وقلتلك حتة القشطة البسيطة خالص اللي احنا حطيناها. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنزود كده طعامة للبطاطا. بس هي بالصوص بتاعها الاولاني خالص اللي سلقنا فيها كانت والله فظيعة. يلا بقى نهرسها كويس جدا. طبعا هي سخنة فالهرس بتاعها سهل، والحاجة اللي احنا حطيناها هتسيح معاكي بكل سهولة. هي هتتهرس معاكي بسهولة، والقشطة هتسيح والزبدة هتسيح. ما شاء الله بقى كده اهرسي فيها. وطبعا نسيبها تبرد خالص، ولو حطيتيها مثلا 10 دقايق في الفريزر تمام. يعني بعد ما تبرد دخليها الفريزر تمسك شوية. اهي معانا بالشكل ده. الكاسين تقريبا هيكلفوكي حوالي 10 جنيه. هي بقى سقعت معانا. هنبدأ بقى ايه. انا جايبة بتاعة الايس كريم دي تمنها 3 جنيه، انا هحطها على الكاسين. وواحدة موزة واحدة بس. هنقول الموزاية 2 جنيه، وأدا الآيس كريمية 3 جنيه، أدا 5 جنيه. وهنقول يا ستي البطاطا اللي احنا حطيناها في الكاسين 5 جنيه، مع انها هي مش نص كمية البطاطا، هي أقل بكتير. أنا جايبة كل كمية البطاطا ب10 جنيه. يبقى شفتي بقى حققتلك أنا اهو اللي أنا قلته. الكاسين تقريبا كلفوكي 10 جنيه.
قطعي بقى الموز كده. انا قلت احنا حاطين قرفة، القرفة بتليق مع الموز مع البطاطا، واللي يليق مع الاتنين الشوكولاتة، فجبت الايس كريم ده، قلت مغلف بالشوكولاتة، وهنحط عليها كمان صوص شوكولاتة. كان عندي، مش عندك صوص شوكولاتة، في اكياس بتتباع كده رخيصة جدا في السوبر ماركت، صوصات تقريبا الكيس ب3 جنيه، ممكن تجيبيه. او مش عندك هقولك فكرة تانية، ممكن معلقة كاكاو بتحطي عليها نقطتين من الزيت وشوية مية سخنة، بتفركيهم كده في كيسة بيعملك الصوص ده. هي مسكت نفسها كده بقى وشربت. بصوا انا هحط في كل كاس 2 بولة من البطاطا الرهيبة بتاعتنا دي، الساقعة الحلوة دي. طب بذمكوا ايه رأيكم في الجمال ده؟ يعني بجد كده انتي مش هيبقى نفسك تاكليه حتى لو مش بتحبي البطاطا؟ بالشكل ده بقى انا هحط في كل كاس 2. واعمليه بقى وادعيلي بجد، وشيري على قد ما تقدري، حطي لايك، عجبك حطي لايك على قد ما تقدري، بجد والله يستاهل يا جماعة. يعني غيرنا فيه كده ودلعناه اخر دلع، ب10 جنيه كلتي الكاسين الحلوين دول. ممكن انت وجوزك كده قاعدة في السهرة كده، في وقت حلو كده، تقومي قايمة عاملة الكاسين الفظاع دول بقى، وفاجئيه بقى بيهم. بس ما تقوليلوش انت عاملة ايه، قوليله يعني ده حلو كده، انا اخترعته وعامله لك. هينبسط منك جدا. خلاص كده بقى احنا حطينا، انا قسمت الايس كريم على الكاسين، وزعت المزايا برضو في الكاسين. عندك اي نوع فاكهة تاني حطيه، مش هيقول لا، مش مشكلة. اهو بالشكل ده. انا قلت طبعا يعني هو ناقص شوية دلع، فقلت ايه هدلعه بالصوص بقى. ده الصوص اللي انا قلت لكم، انا ما كانش عندي على فكرة صوص، ده عاملاه بكاكاو زي ما قلت لكم، شوية ميه سخنين صغننين، ضيفي بالراحة خالص عشان ما تزوديش مرة واحدة ويبوظ منك. وحوالي معلقة زيت كده وفركته في الكيسة، اداني الصوص الجميل ده. ده كان كاكاو خام. ماشي. بالشكل ده. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. كاسين اخر دلع، اخر دلع. دلعي نفسك كده ودلعي اللي هتأكليه بصراحة، يعني لانه هو كاس يستاهل بصراحة التجربة. بألف هنا وشفا. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد كله دلع.